السلام عليكم على احلى مشاهدين. هنعمل النهارده كفتة الرز بالمقادير المظبوطة، وهنظبطها معانا كويس قوي، وان شاء الله هتطلع حلوة قوي 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 وهتعجبكم. بجد كفتة الرز من الاكلات السريعة، ما بتاخدش وقت على فكرة، وطعمها حلو جدا جدا جدا. تمام. شايفين انا بقرب لكم الكفتة لان شكلها من بعيد غامق شوية، بس هي طبعا افتح من كده وطعمها روعة. شايفين عامله ازاي؟ يلا بقى بينا نخش على المقادير. معايا هنا كوبايه وكوبايه رز بتعاير ربع كيلو، كوبايه كبيره. معايا نص كيلو من اللحمه، معايا بصلتين، معايا قرن فلفل حراق، معايا ربطة كزبرة ناشفة، ربطة كزبرة خضراء، وربطة شبت. طبعا هي مش الربطة الكاملة، انا واخدة بنستخدم ربطة واحدة بس على النص كيلو، واخده نص ربطه كزبره ونص ربطه شبت. تمام، فالاتنين مع بعض ربطه. طيب هبدا هنا معايا. طبعا الرز اول حاجه ببقى غسلاه واحطاه في مصفى زي ما انتم شايفين كده معايا. لازم اغسله واسيبه لمده لا تقل عن ربع ساعه، عشان ايه؟ في المصفى، عشان لما اجي اضربه في المطحنه يبقى ناعم معايا. معايا بقى هنا حطيت البصل والقرن الفلفل الحراق وربطة الكزبرة، وهبدأ ان انا هضربهم في الكبة هنعمهم. طبعا ممكن انت تستغني عن الشبت، ما تحطيش شبت، هو الاساسي هنا الكزبرة. تمام، بس انا بحط شبت بتديها ريحة حلو وطعم حلو. هبدأ بقى هفرم مع الخضار اللحمة زي ما انتم شايفين كده، هحطها بالتدريج، حطيتها على مرتين وفرمتها. هاجي بقى هنا الرز هنا بعد ما بغسله لمدة 3 مرات، وبصفيه في المصفى، بسيبه كده لمدة ربع ساعة، بيبقى اتبل بقى معاكي. تحطيه بقى في المطحنة، انا بطحنه على مرتين. طبعا معيار اللحمة بنحط نصه رز، يعني لو هنستخدم كيلو لحمة يبقى نص كيلو من الرز. لو هستخدم نص كيلو لحمة يبقى ربع كيلو من الرز. تمام. طحنت الرز زي ما انتم شايفين كده في المطحنة، بيطحن معاكي بكل سهولة جدا، بيبقى عامل زي الدقيق كده. هطحن بقى الكمية كلها بعد ما طحنت ربع كيلو الرز، هنزل بيه على الخضار واللحمة اللي احنا ضربناهم مع بعض، وهنزل بقى بالتوابل في المرحلة دي قبل ما افرمهم مع بعض. هحط توابل الكفتة بسيطة خالص، هي مش بتبقى محتاجة توابل. بحط معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة من الفلفل الاسود او فلفل الابيض، انا حاطة فلفل ابيض، وهحط معلقة صغيرة من الملح. هبدأ بقى هضربهم في الكبة لحد لما ينعموا معايا خالص، والعجينة بتاعت الكفتة تكون معاكي كورة، يعني تلاقي العجينة كلها لمت في مكان واحد. أول ما العجينة كلها تلم معاكي في مكان واحد في الكبة كده، أنا وصلت للنعومة اللي أنا المظبوطة من الكفتة. لو لقيت الكفتة في كل الكبة كده، شايفين اتلمت معايا ازاي؟ انا فضلت بقى انعم فيها، اخدت معايا بتاع 5 دقايق او 4 دقايق، ما بتاخدش وقت خالص. ولمت معايا زي ما انتم شايفين كده بقى القوام المظبوط. لو ما نمتش معاكي كده في الكبه مش هتطلع مظبوطه منك، ومش هتبقى، وممكن تفك معاكي في الدمعه. فلازم ننعم فيها لحد لما تكون معاكي كده كوره او كتله واحده كده في الكبه كده. خلاص انا وصلت للقوام المظبوط بتاع الكفته. هبدأ بقى هنا في المرحلة دي هجهز الايه، التسبيكة بتاعة الكفتة، بحيث ان عقبال ما تتسبك اكون انا صبعت الايه الكفتة. ببدأ هنا بحط معلقة من السمنة، معلقة من الزيت، وهنزل عليهم ببصلة مقطعاها قطع صغيرة. بعد ما البصلة تاخد معايا اللون الذهبي كده، معايا نص كيلو من الطماطم او اقل كده بحبيتين 3، هبدا افرمه معايا في الخلاط وهنزل بيهم على التسبيكه. بحط بقى على التسبيكه معلقه من الكزبره، بحط معلقه صغيره من الملح، بحط يعني ربع معلقه صغيره من السكر. السكر هنا ميزته بيعادل الحموضه اللي في الطماطم، وضروري جدا يعني في التسبيكه. بس بسيبها بقى على نار هاديه تتسبك براحتها لحد لما اصبع الكفته ونحمرها. تمام، او نار متوسطه واسيبها تتسبك. نبدا بقى هنا بتبداي لما تيجي تصبعي الكفته، بتدهني ايدك بماده دهنيه اللي هي الزيت، شويه زيت كده بصوابعك، وتبداي تدهني ايدك. وهنصبع زي ما انتم شايفين كده، يعني بعملها كوره كده في الاول، وبعد كده بصبعها صوابع زي ما انتم شايفين.
او نصبعها على طول ونظبطها. هنا بقى خلاص خلصت كل الكمية اهو، صبعت الكفتة كلها. طبعا النص كيلو لحمة بيعمل معاكي كمية حلوة قوي قوي، يعني تكفي 5-6 افراد. حلو قوي. معايا بقى هنا صينية على النار، حطيت فيها شوية زيت. هبدأ بقى اول ما الزيت يسخن معايا هنزل بالكفتة. تمام، انا حمرتهم على 3 مرات. تمام، بسيبهم ياخدوا لون من تحت، ببدأ اقلب فيهم. انا بحرك اول مره كده عشان ما تلزقش معايا في الايه في الطاسه، لان ايه ببقى مش ضامنه ان الطاسه سخنه قوي. بعد كده مش بحرك خلاص. اول ما تبدا تاخد لون من تحت ببدا ان انا ايه الفها على الناحيه التانية، واول ما تاخد لون معايا من الناحيه التانية هبدا بقى اطلعها معايا. ما تاخدش وقت خالص، بتتحمر بسرعه كمان. اول مره يعني اول تحميره تاخد معاكي وقت شويه، تاني مره الزيت بيبقى سخن قوي والطاسه، فما بتاخدش معاكي اي وقت خالص في المرات اللي بعد كده. بعد بقى ما حمرت الكفته معايا زي ما انتم شايفين، هبدا بقى ان انا ايه التسبيكه خلاص اتسبكت معايا. بزودها حوالي لتر من الميه وبسيب الميه تغلي. الحته دي كانت الكاميرا واقفه فيها ما كانتش بتصور، فانا هقول لكم حصل ايه. التسبيكه اول ما نزلت بالميه والميه غلت معايا، بعد ما غلت معايا بنزل بالكفته وهي الميه بتغلي معايا، اللي هي التسبيكه بتغلي معايا على النار. ما احطش طبعا الكفته وانا حاطه الميه فطبعا بتبقى مش غاليه معايا، لا استنى لما تغلي معايا الميه واجي نازله بالايه بالكفته، عشان الكفته إيه تقفش معاكي على طول. بسيبها ما بتاخدش وقت خالص، بتاخد حوالي تلت ساعه على النار. بسيبها بقى على نار متوسطه، مش بعلي عليها النار. شايفين التسبيكه دي كله ده بتشربه. انا طبعا خلاص الكفته خلاص استوت معايا، ببدا اغرفها معاكم. انا طبعا غرفتها وهي سخنه. لو سبتيها بس 5 دقايق هتلاقي كل التسبيكه دي الكفته بتشربها، بتبقى فيها صوص بسيط خالص. يعني كل الصوص ده بيخف خالص لما بنسيبها. بس طبعا انا غرفتها معاكم وهي سخنه. تمام. بس يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش تعملوا اشتراك لو اول مره تشوفوا قناتي. واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء. السلام عليكم.